ازاي نقول ابدأ صفحة جديدة بالانجليش؟ بنقول start fresh، بمعنى ابدأ بانتعاش. We're going to start fresh right here, right now. Start fresh. ازاي نقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة بالانجليش؟ بنقول better safe than sorry، بمعنى الحذر افضل من الندم. Better safe than sorry. You've heard the phrase better safe than sorry. قبل ما ندخل علاقة مع حد أو ناخد قرار في حاجة معينة بنجس النبض، في الانجليش test the water، وده لأننا بنجس مية الدش أو حمام السباحة قبل ما ندخله علشان نعرف درجة الحرارة مناسبة ولا لأ. You test the waters before you go in too deep, okay? لما نكون هنقول كلام حاسين انه هيجرح اللي قدامنا بنقوله ما فيناش من زعل، في الانجليش بنقول no offense، بمعنى لا أقصد الإساءة. All right, young sir, I meant no offense. No offense or anything, but I think you're above them. لما بيكون في حاجتين مختلفين تماما مفيش بينهم شيء مشترك بنقول فرق السما من الأرض، في الانجليش بنقول like chalk and cheese، زي الطباشير والجبنة، وده لأن كان في تاجر زمان بيبدل حتة جبنة صغيرة بطباشير، بس الناس خدت بالها وعرفت ان فرق الجبنة من الطباشير زي فرق السما من الأرض. Two of you should get on like chalk and cheese. لما نكون عايزين نغلط في حد غلط فينا بيقولولنا ما تصلحش الغلط بغلط، في الانجليش بنقول two wrongs don't make a right، بمعنى خطأين مش بيعملوا صح. I think two wrongs don't make a right. Two wrongs don't make a right. ازاي نقول يخرم الميزانية بالانجليش؟ بنقول break the bank، بمعنى يكسر البنك او الحصالة. Well, don't break the bank. One that won't break the bank. لما حد بيزعل من غلطة غبية عملها بنقوله معلش بتحصل في احسن العائلات، بالانجليش it happens to the best of us، بمعنى بتحصل لأحسن حد فينا، الكل عنده عيوب واخطاء. It happens to the best of us. It happens to the best of us. Yeah, well. ازاي نقول هدي اعصابك بالانجليش؟ بنقول keep your shirt on، بمعنى افضل لابس قميصك، وده لان زمان كان معظم الرجالة عندهم قميص واحد او اتنين بالكتير، فكانوا بيقلعوا القميص قبل اي خناقة علشان ما يتقطعش او يتبهدل. Keep your shirt on. I gotta squeeze a lemon. Keep your shirt on, buddy. You're doing great. لما نكون عايزين نقول لحد يتحرك بسرعة شوية بنقوله اتلحلح، في الانجليش بنقول shake your leg، بمعنى هز رجلك. Come on. Shake a leg. Okay. Shake a leg, please.